تمام يا شباب، هنكمل. احنا قلنا النهضة العمرانية. اهتم محمد علي بإنشاء عدة مدن، اتنين: مدينة الخرطوم ومدينة ايه كسلة. السلام قلنا عليكم يا مدينة مس. الخرطوم. ايوه يا فريدة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ ايوه فريدة، سامعاني كده؟ اه، تمام. تمام يا فريدة، انا مخلصه الجزء ده وهم هيطلعوا وانا هكمل معاكي. هنبدأ معاكي من الاول، تمام؟ عشان هم عندهم درس علوم. تمام يا فريدة. ماشي ماشي. تمام. برضك عشان تبقي ملمة معانا بالموضوع، هراجع كده بسرعة عشان لما تيجي نكمله تبقي فاهمة الدنيا ماشية ازاي. جميل. انا عندي درس علوم. ايوه، ما انا عارفه اللي عنده درس هيطلع وهكمل. انا هخلصكم، هخلص الدرس عادي. بس انا هكمل مع فريده عشان فريده بتخش متاخر. يبقى عندي انا مظاهر النهضه. يبقى عندي الدور الحضاري لمصر في قاره افريقيا في عهد محمد علي. ركزي معايا يا فريده من فضلك. عندي محمد علي قام ببناء نهضه حديثه. محمد علي دخل النهضه دي زي ما دخلها في مصر دخلها السودان. طب مظاهر النهضه دي ايه؟ عمل اصلاحات اداريه وقضائيه وعسكريه واقتصاديه وعمرانيه وتعليميه. طب الاداريه دي ازاي؟ قال لك دخل السودان كان في قبائل متطرفة، نشر الأمان في السودان. خلى محمد علي، خلى ابنه اللي هو إسماعيل ابن محمد علي يكون حكمدار للسودان. قسم السودان 7 مديريات. طب بالنسبة للقضائية، قال لك محمد علي استخدم القانون العثماني. فين يا في ميس، نخرج دلوقتي؟ لا، اما اقول لك هتخرج امتى هقول لك. انا انت لسه داخل، ثم لسه نص ساعة على درس العلوم. يبقى عندي الإصلاحات القضائية. استخدم محمد علي القانون العثماني بدلا من الأعراف والتقاليد. تمام. عين قاضي لكل مديرية، بس كان القاضي ده سلطته محدودة. التطور العسكري، أنشأ محمد علي حاميات عسكرية بتتكون من جنود مصريين وجنود سودانيين وقليل من جنود الأتراك. تمام. طيب. في النهضة بقى العمرانية. عندي النهضة العمرانية، قلنا بنى مدينة الخرطوم ومدينة كسلة. طب مدينة الخرطوم دي ايه؟ قال لك عاصمة السودان. كان ليها أهمية كبيرة. ليه؟ عشان هي كانت عاصمة السودان وكانت مقر للحكمدار ومعسكر للجيش. بنى فيها مباني حكومية ومسجدين ومستشفى وترسانة لصناعة السفن النيلية ومخازن ومصانع. طب مدينة كسلة دي بقى، قال لك دي عمل فيها تحصينات عسكرية. عشان كده الناس اللي كانت ساكنة في المناطق المجاورة اتوجهت لفين؟ لمدينة كسلة. تمام كده. يبقى دي بالنسبة للنهضة العمرانية. رقم 5 بقى التعليم. عمل ايه محمد علي؟ في السودان ما كانش فيه تعليم خالص. لما دخل السودان محمد علي كانت قبائل زي ما احنا قلنا، متصارعة متفرقة، ما كانش فيه أي نوع من أنواع التعليم. محمد علي كانت من سماته إن هو كان بيهتم في التعليم حتى في مصر. عمل إيه بقى لما دخل السودان؟ خليكم مركزين معايا عشان أنا هسأل دلوقتي. اول حاجه نشر محمد علي الكتاتيب. يعني ايه الكتاب؟ منتشر دلوقتي في القرى الصغيره وفي الفلاحين مثلا بيبقى في حاجه كده، زي مكان يحفظوا الولاد الايه القران عشان يعرف يقرا ويكتب. فنشر محمد علي الكتاتيب فين؟ في جميع انحاء السودان. ليه؟ عشان الناس تتعلم القرايه والكتابه. كان محمد علي شايف ان التعليم مهم جدا عشان ينهض بالسودان، وحفظ القران الكريم. عمل ايه تاني بقى محمد علي؟ قال لك بقى كان في مدن هناك محمد علي بنيها زي ما احنا قلنا، مدينه كسلة ومدينه الخرطوم. دي عمل فيها مدارس نظاميه في المناطق الحضريه. يعني ايه مدارس نظاميه؟ مدارس زي بتاعتنا دي مثلا من 8 الصبح ل 12، كانت مدارس منتظمه بانتظام. يبقى عندي تعليم اللي عمله محمد علي. نشر محمد علي الكتاتيب في جميع انحاء السودان لتعليم القراءه والكتابه وحفظ القران. تاني حاجه ايه؟ انشا مدارس نظاميه فين؟ في المناطق الحضريه زي ما قلنا. كان في مدينه اسمها كسلة ومدينه الخرطوم، دي تعتبر من المناطق الحضريه في السودان. كان عامل فيها مدارس نظاميه. نسال فريده. فريده. فريده، سامعاني يا فريده كده؟ نعم. ايوه يا فريده. في التعليم محمد علي عمل ايه؟ انشا ايه في جميع انحاء السودان؟ آه مكان التعلم في القراءة والكتابة. انشا ايه يا فريده؟ سامعاني؟ مكان التعلم في القراءة والكتابة. كان اسمه ايه؟
كتاتيب كان اسمه ايه؟ كتاتيب. كتاتيب. ريم. نعم يا مس. ايوه يا ريم، انشأ ايه تاني يا ريم في آه، التعليم؟ أنشأ الكتاتيب. اه، وأنشأ آه، مدارس نظامية. الله يفتح عليك. أرسلت بعثات من السودان لمصر لتلقي العلم خاصة في المجالات العسكرية والإدارية. تمام كده؟ عندي بما تفسر كام سؤال كده بيجوا على طول، لازم تبقى واخد بالك منهم. هيقول لي هنا ايه؟ نشر محمد علي الكتاتيب في جميع أنحاء السودان. هيقول لي بما تفسر. ليه محمد علي عمل كتاتيب في جميع أنحاء السودان؟ هقول له لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الإيه؟ الكريم. طيب، تاني سؤال. أرسل بعثات. هسألك يا محمد طارق وعماد ومحمد، اللي ما تسألوش هسألهم، ركزوا معايا. أرسل بعثات من السودان إلى مصر ليه؟ لتلقي التعليم خاصة في المجالات العسكرية والإدارية. أقبل الشباب السودانيين على الأزهر. كان الأزهر ده موجود في مصر طلبا للعلم. طب ليه؟ قال لك كان محمد علي مهتم بالطرق ساعتها، فكان ممهد الطرق، وكمان كان في أمان. يعني كان إيه؟ كان عامل حملات عسكرية، وكان مأمن الطريق، كان مليه جنود وعساكر. فكان في أمان إن الناس تسافر من السودان لمصر، غير قبل ما يمسك إيه محمد علي. يبقى ما يقول لي بما تفسر إقبال الشباب السودانيين على الأزهر طلبا للعلم. هقول له ليه؟ بسبب تمهيد الطرق بين مصر والسودان. اتنين، انتشار الأمان. محمد علي كان ممهد الطريق، وكان كان في الطريق ناشر الجنود وحميات عسكرية عشان تأمن الايه؟ الطريق. اسأل محمد عيد. بعد إذنك يا مس. ايوه يا ريم. فاضل كتير على الحصة لا تخلص. خلاص، 10 دقايق وهخلص، واللي عنده درس يطلع. تمام، 10 معلش دقايق أصلا بس. أنا طالعة برا البيت. طيب طب 10 دقايق وهخلص. تمام. ماشي. تمام. نسأل بس بسرعة كده وهخلص 10 دقايق بالظبط. نسأل محمد عيد بسرعة يا محمد. محمد عيد بسرعة كده. محمد. نعم. نشر محمد علي كتاتيب في جميع أنحاء السودان ليه؟ لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. تمام، الله يفتح عليك. محمد طارق. محمد طارق. محمد طارق. محمد في الحمام يا مس. طب ماشي، عماد طارق. طيب. معاك يا مس. إقبال الشباب السودانيين على الأزهر طلبا للعلم ليه؟ تمهد الطريق بين مصر والسودان وإنشاء الأمن. تمام. عندي سادسا بقى التطوير الاقتصادي اللي هي الزراعة. بيقول لك أكيد. بيقول لك التطور الاقتصادي، عشان ريم ماشية. الزراعة. أرسل محمد علي مزارعين مصريين للسودان. طب ليه؟ قال لك عشان يدرب السودانيين إزاي يزرعوا. طيب، تاني حاجة اهتم بالمشاريع زي إيه؟ بيقول لك أنشأ السواقي. السواقي، لو أنت تعرف السواقي اللي هي شبه الدايرة دي، اللي هي بترفع المية من فوق لتحت عشان تسقي الأرض اللي جنبها، دي اسمها السواقي. وحفر قنوات الري. عمل إيه تاني؟ أدخل القطن. اللي دخل القطن مصر طويل التيلة كان محمد علي. ودخل قصب السكر. الاتنين دول لازم تبقى عارفهم. لما يجي يقول لك محمد علي دخل ايه في الزراعة، قول له دخل القطن وقصب السكر. اهتم محمد علي بتحسين الانتاج الحيواني لتصدير الماشية. يبقى عندي محمد علي عمل ايه في التطور الاقتصادي؟ التطور الاقتصادي زراعة وتجارة وصناعة. هناخد الزراعة الأول. عمل ايه محمد علي؟ خد السودانيين، خلى مزارعين مصريين يعلموهم ازاي يزرعوا. تاني حاجة اهتم بمشاريع الري. عمل ايه؟ نشأ سواقي وحفر قنوات. بعد واهتم الري كمان يهتم. واهتم كمان ان هو يجيب محاصيل جديدة زي القطن وقصب السكر وبعض اشجار الفاكهة. تعرف لي قطن وقصب السكر؟ يبقى محمد علي دخل القطن وقصب السكر، بتيجي نقط كتير. اهتم محمد علي بتحسين الانتاج الحيواني. طيب، بالنسبة بقى للصناعة، قال لك محمد علي زي ما احنا قلنا كده في النص الدرس الاولاني، اهتم ان هو يبحث عن المعادن مثل الذهب والحديد. وكمان عمل مصانع في الخرطوم زي ايه؟ مصانع البارود. وعمل كمان مصانع الترسانة لصناعة الايه؟ السفن. والحق بها معامل لاعادة تشكيل الحديد. يبقى عندي في الصناعة عمل ايه؟ بحث محمد علي عن الحديد والذهب.
أنشأ مصانع مثل مصانع البارود. عارفين البارود اللي بيعبوا بيه السلاح؟ محمد علي، او انت البارود اللي انت بتضربوه في الاعياد او في رمضان، هو ده اسمه بارود. هو عمل بقى مصنع للبارود، بس هو مش عشان يضربه في رمضان، لا، عشان يملى بيه الاسلحه. تمام. يبقى عندي انشأ مصنع في الخرطوم مثل ايه؟ مصانع البارود. انشأ مصانع في الخرطوم برضو اللي هي ايه بقى؟ ترسانة لصناعة السفن. وكمان ألحق بيها معمل لإعادة تشكيل الحديد، وأنشأ كمان مصنع للخشب. قول يا محمد، عايز تقول إيه؟ التجارة بقى. أي تجارة عشان تبقى ناجحة لازم يأمن الطرق. يبقى عمل إيه محمد علي؟ أمن التجارة. أمن إيه؟ الطرق للتجارة. وكمان كلف شيوخ القبائل اللي هي كانت موجودة في الصحراء علشان تحمي الطرق دي. طور الملاحة النهرية، وأصبحت الخرطوم من أهم المحطات التجارية في وقتها. في وقت ما كان محمد علي ماسك كانت دي من أهم الطرق اللي موجود، من أهم المناطق للمحطات التجارية في أفريقيا. كانت فين؟ كانت في السودان وقتها. محمد علي عمل كل ده، مسك شرق وغرب، يعني مسك بلاد كتير زي ما احنا قلنا. يبقى عندي محمد علي ما حكمش مصر بس وقتها، لا، حكم مصر وحكم السودان وحكم شبه الجزيرة العربية وحكم الشام. فجه ساعتها. بتقول يا محمد؟ وحكم الخرطوم. او حكم السودان. تمام. لما جه في الوقت ده بقى الدول الأوروبية ما عجبهاش ازاي محمد علي يحكم كل المناطق دي، فخافوا من محمد علي. ليه؟ عشان هم كانوا عايزين يحتلوا الدول العربية، فكانوا لازم يقننوا أو يثبتوا نفوذ محمد علي. عملوا إيه بقى؟ راحوا للسلطان العثماني وطلبوا منه إن هو يوقف محمد علي. وفعلا السلطان العثماني وافق وخلى محمد علي يمسك مصر بس. وبعد كده بعديها بشوية كده بقى السلطان العثماني لقى محمد علي زعل، فقال له خلاص هخليك تحكم مصر والسودان، وتبقى حكم مصر والسودان ليك ولأبنائك من بعدك. بس درسنا كده خلص النهارده. لو عايزة تمشي يا ريم امشي. ماشي، شكرا يا مس. العفو يا حبيبتي. لو في أي سؤال ببعت لك رسائل، وفي أي سؤال اسأليني. تمام؟ ماشي تمام. تمام يا حبيبتي. نراجع كده الجزء اللي احنا خدناه يا شباب عشان نسأل. كل كده يمسك. نراجع الجزء اللي احنا خدناه عشان نسأل. عندي النهضة العمرانية زي ما قلنا. عندي مدينة الخرطوم ومدينة كسلة. مدينة الخرطوم أهميتها ليه؟ قلنا علشان عاصمة السودان ومقر الحكمدار. طب كسلة بيقول لك مس فيه. حاجة أكتر. سامعني كده؟ سامعني كده يا فريدة؟ اه. تمام يا فريدة. بصي، يبقى عندي اقفل الكاميرا يا محمد. يبقى عندي النهضة العمرانية، مدينة الخرطوم، ومدينة كسلة. طب بالنسبة للتعليم هقول له محمد علي نشر التعليم ازاي؟ نشر الكتاتيب. طب ليه الكتاتيب؟ قال لك عشان الناس تتعلم القراية والكتابة وحفظ القرآن الكريم. لكن في المناطق الحضرية عمل مدارس نظامية. طيب بما تفسر بقى الأسئلة اللي بتيجي على الجزئية دي. نشر محمد علي الكتاتيب في جميع أنحاء السودان، هقول له لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. أرسال بعثات السودان إلى مصر، قال لك عشان تعليم، عشان يعلمهم خاصة في المجالات العسكرية والإدارية. إقبال الشباب السودانيين على الأزهر طلبا للعلم، هتقول له بسبب إن هو مهد الطريق بين مصر والسودان ونشر الإيه؟ الأمان. طيب بالنسبة للتطور بقى الاقتصادي، قال لك ما دام قال لك تطور اقتصادي يبقى هتكلم عن الصناعة والزراعة والتجارة. بالنسبة للزراعة عمل إيه محمد علي؟ أرسل مصريين إلى السودان ليدرب مين؟ السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة. اهتم بالمشروعات ازاي؟ أنشأ السواقي، حفر القنوات، دخل محاصيل جديدة زي القطن وقصب السكر. اهتم محمد علي بتحسين الإنتاج الحيواني عشان يصدره. طيب هيقول لي هنا سؤال: ما النتائج المترتبة على اهتمام محمد علي بالزراعة في السودان؟ أدى إلى زيادة نخرج. مساحة الأرض الزراعية. نخرج يا مس. 5 دقايق وهقول لك اطلع. التعدين والصناعة، اهتم محمد علي بالبحث عن المعادن،
أنشأ مصانع البارود، وأنشأ كمان ترسانة لصناعة السفن. في التجارة أمن الطرق، وأصبحت الخرطوم من أهم المحطات التجارية ساعتها. الأوروبيين لما شافوا كده ما سكتوش، قال لك لا، محمد علي كده هيتوسع وبقى قوي جدا وبقى ليه نفوذ قوية، لازم نوقفه. عملوا إيه بقى؟ راحوا للسلطان العثماني عشان يوقف توسعات محمد علي. طب ليه؟ عشان اتعارضت مع مصالحهم الاقتصادية، عايزين يحتلوا الدول العربية، فمحمد علي كان مانعهم من ده. فعقدوا معاهدة اسمها معاهدة لندن 1840. طب ايه النتائج بقى؟ تخلى محمد علي على معظم الأراضي اللي هو حكمها. وبعد كده كان هو بقى يحكم مصر بس، فأصدر الفرمان السلطان العثماني فرمان خلى محمد علي يحكم مصر والسودان. هسأل بسرعة كده الناس عشان عندها درس علوم، نسأل محمد عيد. نعم يا مس. ولد محمد علي في بلدة قولة بشمال ايه؟ بشمال اليونان. الله يفتح عليك. اليونان. تمام، الله يفتح عليك. محمد طارق. نعم يا ميس. من أسباب توسع محمد علي في السودان تخوفه من تحالف المماليك مع مين؟ بريطانيا. الله يفتح عليك. تمام. عماد طارق. يا ميس. جاء محمد علي على رأس فكرة عسكرية إلى مصر من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ آه السياسة. لا، في أول درس خدناه لما جه الاقتصاد. في إيه؟ الاقتصادية. لا، تحريرها من فرنسا. يبقى جاء محمد علي على رأس فرقة عسكرية إلى مصر من أجل تحريرها من إيه؟ والله يا ميس قناة اللي فوق معلش. من الفرنسيين. تمام. ثلاثة ده أنا بحب ثلاثة. تمام. فريدة. نعم يا مس. اصطحب إسماعيل باشا ابن محمد علي في حملته على السودان مجموعة من العلماء. أنهي فيهم بقى؟ مصريين وأتراك، ولا فرنسويين وإنجليز، ولا مصريين وفرنسويين؟ في أول درس يا فريدة، الدرس اللي فات، مش الدرس بتاع النهاردة. سامعاني يا فريدة؟ اه. دلوقتي اه. إسماعيل باشا لما جه المرة اللي فاتت وراح حملة للسودان، هو كده كده مش بيحب الإنجليز، مش بيحب بريطانيا. يبقى خد بقى علماء من مين ومين؟ من فرنسا ومين؟ ومصر. والسودان لا، ومصر. مصريين وفرنسويين. تمام كده، يبقى خد علماء من فرنسا ومن مين؟ من المصريين. تمام يا مصر. فريدة؟ تمام. طيب. محمد عيد. محمد. نعم يا مس. توقفت رحلات سليم بيك القبطان في عهد النيل محمد الأبيض. علي. مين؟ النيل الأبيض. أقول لا، أنا. هو رايح يستكشف النيل دنقلة الابيض. دنقلة. ايه؟ أنا. ثانيه واحده. دنقلة. ثانيه واحده، ما حدش يفتح الميكروفون ويتكلم غير لما اقول له، من فضلكم. دنقلة. بص يا محمد، بص يا محمد. توقفت رحلات سليم. إيه؟ سامعني يا محمد؟ ما حدش يتكلم وانا اه. كله يقفل الميكروفون. سامعني يا محمد؟ توقفت رحلات سليم بيك القبطان في عهد محمد علي. ما استكملتش ليه لما وصل لايه؟ هو راح يستكشف النيل البحيرات الابيض. الاستوائية. بس البحيرات الاستوائيه. طيب. اللي عايز يخرج يخرج، احنا كده خلصنا، والواجب والبي دي اف هنزله. اللي عنده درس علوم يخرج، خلي فريده بس عشان هراجع معاه من الاول. اللي عايز يسيب الميتنج ويطلع يطلع. احنا كده خلصنا، هنزل لكم البي دي اف ان شاء الله لما اخلص. عايز تقول حاجه يا محمد؟ بصي يا فريده. فريده. نعم. بس خليكي بقى معايا، الجزء اللي انت ما خدتوش. احنا المرة اللي فاتت قلنا محمد علي عمل ايه وايه اهدافه. المرة دي بقى ان شاء الله هناخده الدور الحضاري لمصر في عهد ايه محمد علي. محمد علي عمل ايه او قام بايه؟ هنقول قام محمد علي ببناء نهضة حديثة في مصر، بنى شبهها فين؟ في السودان. تمام كده؟ تمام، الله يفتح عليك. كان محمد علي بيقول لك في معلومة لازم تعرفوها، ان مش اللي دخل النهضة الحديثة الامبراطورية البريطانية، لا، اللي دخل النهضة الحديثة محمد علي.
الإمبراطورية البريطانية جت بعد محمد علي بسنين. طب مظاهر النهضة، عمل إيه محمد علي عشان ينهض بالسودان؟ عمل 6 حاجات: إصلاحات إدارية، إصلاحات قضائية، تطور عسكري، تطور اقتصادي، نهضة عمرانية، وفي التعليم. هناخده واحدة واحدة دلوقتي وهنسأل عليه، فركزي معايا يا فريد. أول ماشي. حاجة إصلاحات الإدارية. أقام محمد علي نظام حديث في الحكم والإدارة. زي مين؟ زي الحكم اللي أسسه في مصر. أما دخل محمد علي السودان لقاها إيه؟ قبائل متفرقة متصارعة. يعني زي إيه؟ زي القبائل بتاعة لو تعرفي شبه الجزيرة العربية كان في قبائل زمان. كان القبائل دي بيصارعوا بعض، وكل قبيلة بتغور على الأخرى، بتاخد الموارد اللي عندها وبتاخد الناس بتاعها كعبيد. فجه داخل محمد علي شال الموضوع ده تماما وخلى فيه امان. محمد علي عين حكمدار للسودان ليه سلطه عسكريه ومدنيه. الحكمدار اللي موجود ليه سلطه عسكريه ومدنيه، مش دينيه، عسكريه ومدنيه بس، بتيجي نقط او اختيارات. تابع لمين؟ للوزاره الداخليه اللي موجوده فين؟ في مصر. السؤال بقى اللي بيتكرر كتير: اول حكمدار للسودان مين؟ اسماعيل ابن محمد علي. لو تفتكري في الدرس الاولاني كان إسماعيل ابن محمد علي هو اللي قام بحملة لاستكشاف السودان، ده خلاه أول حكمدار ماسك السودان. تمام كده؟ قسم تمام. السودان بقى ل7 مديريات، وكل مديرية فيها مدير. تمام؟ وكل مدير ليه إيه؟ أقسام، وكل قسم عين له ناظر. تمام كده؟ يبقى قسم السودان ل7 مديريات، وكل مديرية ليها إيه؟ مدير، وكل مديرية ليها أقسام، وكل قسم ليه ناظر. يبقى أنا عندي في الإصلاحات الإدارية: واحد، أول حاجة أول حكمدار لمصر مين؟ اللي أسفة لحكمدار إسماعيل للسودان بن كان محمد إسماعيل علي. ابن محمد علي. الله يفتح عليك. قسم السودان لكام مديرية بقى؟ 7 مديريات. الله يفتح عليكي. أما دخل محمد علي كانت السودان عبارة عن قبائل إيه؟ قبائل متفرقة. متطرفة ومتصارعة. فنشر محمد علي الإيه؟ الأمان. تمام كده؟ طب في سؤال بقى مهم بيجي، ايه السؤال ده؟ بيقول لك: قيام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين بالسودان ومصادرة أموالهم. كان في رشاوي ساعتها، وكانت الناس دي بتستخدم سلطتها. فمحمد علي خد الناس دي رماها في السجن وخد فلوسها. ليه بقى؟ بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. السؤال ده مهم وبيه كتير. يبقى عندي محمد علي حاكم عدد من الموظفين السودانيين وصادر أموالهم. ليه يا فريدة؟ بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم للمناصب. الله يفتح عليك. عندي بقى الإصلاحات القضائية. بيقول لك محمد علي استخدم القانون. طب أي قانون؟ قال لك القانون العثماني، بدلا من الأعراف والتقاليد القبلية. يبقى استخدم أنهي قانون؟ القانون العثماني. الله يفتح عليك. عين لكل مديرية قاضي، بس القاضي ده بقى كانت سلطته محدودة. تمام؟ وكان رئيس القضاة هو صاحب الحكم النهائي. يبقى عندي محمد علي استخدم القانون العثماني وعين قاضي لكل مديرية، بس القاضي ده كانت سلطته إيه؟ محدود. الله يفتح عليك. وكان رئيس القضاة في الدولة هو صاحب الحكم الإيه؟ نهائي. النهائي. يبقى عندي الإصلاحات القضائية: محمد علي استخدم القانون العثماني بدل إيه؟ بدل الأعراف والتقاليد القبلية. عين قاضي لكل مديرية وكانت سلطته إيه؟ محدودة. محدود. كان رئيس القضاة في الدولة هو صاحب الحكم النهائي. عندي بقى التطوير العسكري. أنشأ محمد علي حميات عسكرية في السودان. طب كانت بتتكون من مين؟ قال لك جنود مصريين وسودانيين وقليل من جنود الأتراك. يبقى عندي جنود مصريين وسودانيين وقليل من جنود الإيه؟ الأتراك. طب عمل ليه الحميات دي؟ أي جيش بنعمله ليه؟ عشان نحمي البلد. ها؟ عشان نحمي البلد. ايوه، لتوفير الامان والحمايه. تمام كده، لتوفير الامن والايه؟ والحمايه. الحماية. نسال على الجزء اللي احنا خدناه ده. عندي قسم محمد علي السودان لكم مديريه؟ 7. اول من شغل منصب الحكمدار السوداني هو؟ آه على مهلك. إسماعيل بن محمد علي. الله يفتح عليكي. استخدم محمد علي القانون الايه؟ العثماني. الله يفتح عليكي، برافو عليكي. كان حكمدار السودان يجمع في يده سلطه ايه؟ احنا قلنا 2: الحكمدار
سلطة ايه وايه؟ عسكرية ومدنية. تمام. تمام. يبقى كان حكمدار السودان يجمع في يده سلطة ايه وايه؟ عسكرية ومدنية. الله يفتح عليك. طيب قبل دخول محمد علي السودان كانت عبارة عن قبائل مالها؟ آه متصارعة ايوه، متفرقة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تمام. بعد كده هنتكلم عن النهضة العمرانية. ما دام نهضة عمرانية هنتكلم المدن اللي هو بناها. بنى مدينتين، مدينة اسمها الخرطوم ومدينة اسمها كسلة. يبقى مدينة اسمها ايه؟ خرطوم وكسلة. وكسر. طيب ليه مدينة الخرطوم كانت مهمة؟ قال لك عشان عاصمة للسودان، مقر للحكمدار، معسكر للجيش. طب بنى فيها ايه تاني؟ قال لك عمل فيها مباني حكومية ومسجدين ومستشفى وترسانة لصناعة السفن النيلية ومخازن ومصانع. طب مدينة كسلة، قال لك ناس كتير ساعتها توجهوا لمدينة كسلة دي. ليه؟ قال لك عشان بنى فيها هناك تحصينات عسكرية كانت أمان، وجعل بها حامية عسكرية ثابتة، فأصبحت من أهم المدن الإدارية في شرق إيه؟ سودان. السودان. تمام كده؟ تمام. تقدري تقولي لي إيه هي ليه مدينة الخرطوم مهمة؟ عشان فيها مقر الحكامة وعاصمة للسودان اه، ومعسكر للجيش. مقر الحكمدار اللي احنا قلنا أول حكمدار مسك اللي هو إيه؟ إسماعيل ابن محمد علي. طيب بعد كده هنتكلموا عن التعليم. بيقول لك نشر محمد علي الكتاتيب في جميع أنحاء السودان لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. 2. أنشأ مدارس نظامية في المناطق الحضرية. طيب بما تفسر نشر محمد علي الكتاتيب في جميع أنحاء السودان. ها ليه محمد علي عشان عمل كتاتيب في يعلمهم جميع؟ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. الله يفتح عليك. تاني سؤال، أرسل بعثات من السودانيين إلى مصر. ليه؟ عندي دلوقتي هو أرسل بعثات من السودانيين لمصر عشان يتعلموا إيه وإيه؟ تلقي التعليم الخاص في المجالات العسكرية والإدارية. تمام. اقبال الشباب السودانيين، السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير. اقبال الشباب السودانيين على الازهر طلبا للعلم بسبب بسبب ايه؟ تمهيد الطريق بين مصر والسودان وانتشار. وانتشار الأمان. الله يفتح عليك. عندي بقى التطور الاقتصادي. ما دام اتكلمت عن التطور الاقتصادي هتكلم عن زراعه وتجاره وصناعه. طب في الزراعه عمل ايه بقى؟ مهم قوي اللي انا اعرف عمل ايه. ادخل المحاصيل القطن وقصب السكر. النقطه دي مهمه جدا، بتيجي نقط. يبقى ادخل محاصيل القطن وايه؟ وقصب السكر. الله يفتح عليك. أهم المشروعات الري، أنشأ إيه؟ السواقي وحفر قنوات الري. أرسل محمد علي مزارعين مصريين للسودان. ليه؟ بما تفسر أرسل محمد علي مزارعين مصريين للسودان. هقول له لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة. تمام كده؟ طب تمام. ما النتائج المترتبة اللي لما محمد علي اهتم بالزراعة؟ زادت مساحة الأراضي الإيه؟ الزراعية. يبقى محمد علي عمل إيه في الزراعة؟ أدخل إيه؟ أدخل مزارعين مصريين إلى السودان لتدريبهم على أساليب الزراعة و... واهتم المتقدمة. محمد علي بالزراعة في السودان تمام. عشان وأدى هذا لزيادة الأراضي الزراعية. تمام. ايه اهم المحاصيل بقى اللي دخلها السودان؟ القطن وقصب السكر وبعض من أشجار الفاكهة. تمام، ركزي لي على القطن وقصب السكر اكتر حاجه. الصناعه ماشي. بقى عمل ايه؟ اهتم بالبحث عن المعادن وقلنا لا، اللي هي زي ايه؟ الحديد والذهب. انشا مصانع البارود، وكمان انشا مصانع ترسانه لصناعه السفن، والحق بيها معامل لاعاده تشجير الحديد، وكمان انشا مصانع لتجاره الاخشاب. يبقى ايه المصانع اللي انشاها؟ مصنع لايه؟ مصنع لمعادن الذهب البارود. والحديد والبارود اه. و- ولصناعة السفن ومصانع لتجارة الأخشاب. الله يفتح عليك. تمام. بالنسبه بقى للنقل والتجاره، امن طرق التجاره، وكمان كان في قبائل في الصحراء دي، بيبقى في قبائل كده موجودين على الطريق. كلفهم ان هو كمان يحموا الطريق،
وطور الملاحة النهرية، أصبحت الخرطوم من أهم المحطات التجارية في أفريقيا. طيب بيقول لك موقف دول أوروبا من توسعات محمد علي. طبعا الدول الأوروبية ما عجبهاش توسعات محمد علي، ليه؟ عشان بتضر بمصالحهم، فعقدوا معاهدة اسمها معاهدة لندن سنة 1840. طب ايه نتائج المعاهدة دي؟ بيقول لك تخلى محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر، خلوه بس يمسك مصر. وبعديها بسنة، سنة 1841، أصدر السلطان العثماني فرمان إن هو يحكم مصر والسودان، هو ومين والورثة من بعده. تمام كده؟ احنا كده خلصنا الدرس تمام بتاعنا، ممكن نسأل عليه ماشي. ونجاوب مع بعض. عندي ده الجزء الأولاني ده على الدرس اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. بيقول لك ولد محمد علي في بلدة كولا بشمال ايه؟ الشام ولا اليونان ولا آه مصر؟ اليونان. الله يفتح عليك. من أسباب توسع محمد علي في السودان تخوفه من تحالف المماليك مع مين؟ مع بريطانيا. بريطانيا. كان استثمار موارد السودان كالذهب والعاج بالنسبة لمحمد علي أحد الأهداف الإيه؟ الاقتصادية. الله يفتح عليك. جاء محمد علي على رأس فرقة عسكرية إلى مصر من أجل إيه؟ آه إيران الفرنسيين. الله يفتح عليك يا جدع. اصطحب إسماعيل باشا ابن محمد علي على حملته في السودان مجموعة من العلماء الإيه؟ المصريين ولا الفرنسيين؟ الله يفتح عليك. توقفت رحلات سليم بيك القبطان في عهد محمد علي ولم تستكمل بعد أن وصلت قرب مين؟ البحيرات الاستوائية. الله يفتح عليك. بيقول لك بقى اكتب ما تدل عليه العبارة، هنجاوبها مع بعض. تولى حكم مصر سنة 1805 مين؟ إسماعيل لا، محمد علي. محمد علي باشا. آلة زراعية أدخلها محمد علي ليزيد من مساحة الأراضي الزراعية بالسودان. احنا قلنا ايه اللي هي المدورة اللي بتجيب المية وترفعها وتقلبها الأرض اللي جنبها اسمها ايه؟ ال- ايوه صح. السقاية. صح. قول. السقاية. السواقي، جدع، برافو عليك. وظيفة استخدمها محمد علي في السودان كانت لها سلطة عسكرية ومدنية. لسه قايلين سلطة عسكرية وسلطة مدنية، اللي هو ايه؟ اللي كان ماسكها ابنه اسماعيل. ها؟ آه سنة على مهلك. شندار حاجة كده. الحكمدار. تمام. اه. حكمدار السودان، تمام، الله يفتح عليك. كانت عاصمة السودان مقرا للحكمدار ومعسكر للجيش. ايه بقى دي كان اسمها ايه؟ مدينة ايه؟ خرطوم. الله يفتح عليك. خرطوم. برافو عليك، الله يفتح عليك. مدينة سودانية بنيت فيها أبراج وتحصينات عسكرية في عهد محمد علي. مدينة ايه؟ احنا قلنا مدينتين، الخرطوم ومدينة تانية اسمها ايه؟ ال كسلة. ال ماشي. يبقى عندي ماشي. مدينتين في السودان، مدينة الخرطوم ومدينة ايه؟ كسلة. تمام كده. طيب السؤال اللي تمام. بعده، كلفهم محمد علي بحماية طرق التجارة في السودان. مين دول بقى اللي كلفهم؟ آه لسه قايلينها. بعض بضع قبائل. بعض شيوخ القبائل او شيوخ القبائل، يبقى محمد علي كلف شيوخ القبائل بحماية طرق الايه؟ التجارة. طب خرج برحلة لاستكشاف منابع النيل الأبيض وحالة الجنادل والشلالات دون استكمال رحلته. ده كان مين؟ سليم بك القبطان. الله يفتح عليك، انا بشكرك جدا، برافو عليك. خرج بحملة من مصر لاكتشاف أفريقيا ووصل إلى مدينة سينار. سينار. اللي هو ابن محمد علي كان اسمه إيه؟ إسماعيل. إسماعيل. يبقى من محمد علي هو اللي خرج بحملة ووصل مدينة سينار، وهو كمان أول حكمدار لمين؟ للسودان. طيب عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم، كان اسمها إيه التجارة آه دي؟ تجارة على سنة مهل. عارفة. على مهل.
على مهلك رقيق. الله يفتح عليكي، برافو عليكي، ممتازة. معاهدة فرضت على محمد علي اللي هي 1840 وجعلته يتخلى عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر، كانت معاهدة إيه؟ آه... لندن. الله يفتح عليكي، ممتازة. القانون المطبق في السودان في عهد محمد علي كان قانون إيه؟ العثماني. تمام؟ يبقى القانون تمام. اللي طبقه في السودان كان اسمه القانون الإيه؟ العثماني. العثماني. طب حصل بموجبه محمد علي على حكم وراثي لمصر والسودان. فرمان السلطان العثماني كان 1841. تمام كده يا فريدة؟ تمام. احنا كده خلصنا الدرس بتاع التاريخ كله. هنزل الPDF على الجروب. وان شاء الله المره الجايه هيبقى في امتحان على الدرسين، انا ما قلت لهمش بس هقول لهم على الجروب على الدرس ده والدرس اللي قبله. وان شاء الله باذن الله ماشي. المره الجايه ناخد درس جديد في اي حاجه عايزه تسالي فيها اي حاجه. لا شكرا. عايزه ارجع لك الدرس من الاول، ما عنديش مشكله. لا هحاول بس احفظ الاسامي الخشندار والكلام ده بس. تمام، من في اي سؤال عندك ابعتي لي على الواتساب. تمام كده يا فريده؟ تمام. تمام يا حبيبتي، انا بشكرك جدا وممتازه ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك يا حبيبتي، ولو في اي سؤال ابعتي لي على الواتساب. ماشي. تمام يا حبيبه قلبي، يلا مع السلامه. مع السلامة. مع السلامه يا حبيبتي.